السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا شباب احنا هنبتدي دلوقتي في 2 دي انيميشن بلندر. تمام، وطبقنا شويه من المبادئ ال 12 للرسوم المتحركه. تمام، اللي هي اربع مبادئ. تعالوا سريعا بس نتذكر ايه هي المبادئ اللي هي ستريتش اند سكواش والتايمنج اند سبيسنج. تمام، دي هنطبقها برضو في ال 2 دي انيميشن ان بلندر. تمام، بس انا عايز اعلمكم بس التولز بتاعت البرنامج هنتكلم عليه بصفه عامه ان هو برنامج 3 دي انيميشن وفيديو اديتنج و2 دي انيميشن. هو فيه كل حاجه، بس وهو اصلا بيتميز جدا جدا بال 3 دي، وبتعرف تدمج ما بين ال 2 دي انيميشن وال 3 دي انيميشن، ودي ميزه جامده جدا في بلندر. تمام، بتقدر تعمل بيه افلام كبيره، افلام طويله، بتقدر تعمل بيه افلام قصيره، بتقدر تعمل فيه بيه موشن جرافيك، بتقدر تعمل كل حاجه فيديو اديتنج. بس هو مميز اكتر في ال 3 دي انيميشن. فاحنا هناخد ال 2 دي انيميشن في المحاضرات اللي جايه او في الورش القادمه باذن الله. هشرح بقى ازاي تعرف تدمج ما بين ال 2 دي انيميشن وال 3 دي انيميشن، ودي مش اي حد بيعملها بصراحه، لانها ليها تكنيك معين كده في برنامج بلندر. تمام، تعالوا بس نبدا المحاضره. اول حاجه هنتعرف على التولز اللي هي الدرو والفيل والاستيكا والفرشه والكات والاي دروبر والكلام ده واللاين. اهم حاجه عندنا يا شباب اللي هي الدرو او الرسم نفسه. تمام، ده بيبقى درو مود. تمام، في اوبجكت مود اللي هي بتاعت 3 دي انيميشن، ايديت مود بتاعت ال 2 دي انيميشن، بتاعت ال 3 دي انيميشن عفوا، والسكلاب مود دي حاجه مش بنستخدمها كتير، ودرو مود اللي هو 2 دي انيميشن. تمام، هنا انت لو عايز تختار نوع القلم. تمام، احسن قلم بالنسبه لي او البرش بالنسبه لي ده. بس انا مش هستخدمه دلوقتي. تمام، اغير بس اللون بس. تمام، غيرت اللون. فاحنا دلوقتي هنشرح الرسم فريم باي فريم. تمام، خلينا بس نرجع لنفس القلم تاني. تمام، دي الحجم او السيز. تمام، هنا انت لو عايز مثلا تحفظ على سيز صغير او ترسم حاجة دقيقة شوية لما بتدوس على هنا. تمام، دي الاوباسيتي. تمام، ودي برضو لو انت عايز تعمل اللي هو تلون. تمام، ده حاجة. تمام، عندنا بقى حاجات تانية اللي هي على اليمين دي حاجة. طيب، اول حاجة احنا عايزين نشرحها وفي انت بتقدر تغير من منظور، يعني اللي هو اكس واي زد، اللي هو المحاور التلاتة، تدوس زيرو ترجع تاني لل للمنظور اللي انت كنت فيه. تمام، طبعا احنا هنرسم برضو حاجة كده بسيطة زي المحاضرة اللي فاتت بتاعت ادوبي انيميت. تمام، هنيجي نرسم مثلا يعني عايزين شخص كده. ثانية بس، عشان ايه عايزين نقلل الاوباسيتي شوية ونقلل السيز شوية بتاع الفونت. هنرسم شخص كده، او خليه مربع. تعالى نمشي برضو شوية. خليه مربع كده. خلي مثلا جسمه دايرة. حلو، جميل جدا. نعمل مثلا ماشي. شايفين الحاجات السوداء اللي بره دي كده بره الكادر، ده كده الكادر. تمام، ايه هو الكادر؟ اللي هو المنظور اللي بتشوفه الكاميرا، او اللي بيتعرض على على الجمهور. تمام،
فهو كده اصلا رجله بره الكادر، رجله هنا من بره الكادر. طيب عايزين الشخصية اللي احنا رسمناها دي كده، نيجي مثلا عند الفريم ال20. تمام، هو كده عايزين عند الفريم ال20 نجيبه هو مثلا باصص لنا كده. حلو. طبعا احنا اتعلمنا البتوين المحاضرة اللي فاتت. تمام. عايزين نحط هنا مثلا بتوين، عايزين وهو بيلف لنا، يبقى هنعمل كده. معلش بس تاني. طبعا انت بتراعي بقى، انت تراعي انت النسب، تراعي الكلام ده كده كله. بس انا برسم الحاجات دي اللي هي حاجات اوليه. انت لما بتيجي ترسم بترسم حاجات اوليه، مش بترسم اللي هو الرسم الجامد اوي، لا انت بترسم حاجات اوليه علشان دي يعتبر ستوري بورد. فاحنا لو شغلنا كده، طبعا عشان فرق فيه فريمات كتيره ما بين ده ما بين الفريمات التلاتة دي، فهي مش باينه ان هي حركه. فاحنا لو مسكنا مثلا الفريم التاني ده، قربناه كده شويه، قرب 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 كده، حلو اوي. والفريم الاخراني ده بدل الفريم ال20 نخليه قريب، نفتح كده، نرجع تاني، هنلاقي في حركة بسيطة. فهي اصلا البرنامج هو ده بيشتغل بالطريقة دي. انت بتقعد ترسم اللي هو زي ادوبي انيميت، بس ليه خصائص احسن. انت بتعرف تضيف 3D انيميشن، بتعرف تغير البرش. وبرضه في ادوبي انيميت بتعرف تغير البرش. بس انا بالنسبة لي انه البراشز بتاعت البلندر احسن بكتير من البرش بتاعت الانيميت. تمام. طبعا احنا كده طبقنا عملي. تمام. طبعا هشرح لكم بقى يعني حاجه تكنيكال احسن، فيها رسم افضل. تمام. ف هنتكلم عن الرسم. تمام. هنبتدي دايره كده. حلو. نبتدي بحاجه بسيطه. ارسم، يعني حاول ان انت ترسم ورايا. تمام. حاول ان انت ترسم ورايا على قد ما تقدر. بنبتدي نرسم بقى اللي هو تقسيمة الوش نفسها، خطين، خط بالعرض وخط بالطول، هو باصص لفوق. حلو. تمام. طبعا وانت بتتعلم ال 3D ال 2D انيميشن فريم باي فريم، فانت لازم بتعرف ترسم جامد جدا. تمام. كده انا شرحت التولز. احنا كده بنطبق عملي. انا عايز بعد ما تخلص باذن الله المحاضره، في تاسك انا هحطه، يا ريت تخش تعمله. انت هتلاقيه في اللينك الديسكريبشن تحت. احنا بنشرح المحاضرات برضو اونلاين على برنامج ديسكورد. تمام. بيتم دفع بس مبلغ الورشة او مبلغ الكورس نفسه. وبيتم ارسال رابط الحضور بتاع الاونلاين. تمام. طبعا التفاصيل دي كلها هتلاقيها على صفحتنا على الفيس، وهتلاقي التفاصيل دي موجوده برضو على في لينك جروب. طبعا هسيب لكم لينك جروب في الديسكريبشن تحت. تمام. فعايز بس الناس ترسم معايا كويس جدا جدا جدا.
آم، بس هو اصلا احنا ابتدينا نرسم واحده واحده. طبعا انت بترسم بقى الايد، تمام. غلطت في الايد ارسمها مره واتنين وعشرة، لما تيأس. لو مش قادر قوم من على الجهاز خالص وابتدي كمل، اعمل اي حاجه وبعد كده ارجع ارسم تاني، تمام. فانت حاول ان انت تنمي نفسك في مهارة الرسم جدا او السكيلز بتاعت الرسم جدا، علشان تعرف تتقن الفريم باي فريم. طبعا شغل الانيميشن هو معظمه فريم باي فريم، سواء في اي استوديو. بس فاحنا حاطين محاضرات برضو كتير جدا على قناتنا على اليوتيوب ومفتوحة المصدر، يعني انت تقدر تعمل الكلام ده مفتوح المصدر، مش يعني هو open resource. سواء برنامج كريتا، سواء برنامج 2D انيميشن بلندر، فانت تقدر تاخد المحاضرات دي بالمجان. نرسم الصوابع، تمام. دي طريقة رسم الصوابع، انت بترسم الكف بعد كده بترسم الصوابع، تمام، علشان ترسمها مظبوطة جدا. معلش عشان لو المحاضرة طويلة شوية فانت حاول تستحمل عشان تستفاد من، يعني تستفاد اكبر. طيب احنا هنبتدي نرسم العين والبق والمناخير اللي هي الديتيلز بقى كلها كده، كورتين، تمام. طبعا احنا لسه هنعمل حركة برضو، فانا هسيبك مع الفيديو علشان انا مش هتكلم كتير بصراحة، فعايزك ان انت تمشي واحدة واحدة علشان تعرف ترسم واحدة واحدة، تمام. طبعا اللي احنا عملناها الخط بالعرض والخط اللي بالطول ساعدنا ان احنا نرسم العين والمناخير والبق، تمام. هنغير الفونت، نعمل كلين اب، تمام. ده كده الشكل النهائي بتاع الكاركتر. عايزين نبتدي نعمل لها حركة، تمام. نسينا الودن، ثانية واحدة، شعرتين كده ولا 3 شعرات عشان ما يبقاش قرع خالص، تمام. ده كده الشكل النهائي بتاع الشخصية. المحاضرات اللي جاية بإذن الله هنحاول نخليها اوفلاين، هنحاول نخليها ايوه اوفلاين، بس احنا عشان عندنا بس ضغوطات في الشغل عندنا فلغينا شوية، بس يعني معظم المحاضرات خليناها اونلاين علشان ضغوطات عندنا بس في الشغل. طبعا هنبتدي نرسم. بص خلاص مرحلة الكلين اب
هتبقى موجودة. يعني خلاص احنا هنستخدم برضو اللاي اوت، بس هنستخدم في المراحل اللي جاية الكلين اب. طبعا احنا هنرسم الوش بس مش هنرسم الجسم، او لو في امكانية ان احنا نرسم الجسم هنرسمها في الفريم الاخير بس مش هنرسمها في باقي الفريمات. تمام. فاحنا بناخد اول فريم واخر فريم، وبعد كده بنعمل حاجة اسمها بتوين، ودي خدناها في المحاضرة اللي فاتت بتاعت الانيميت. تمام. طبعا انت هنا بتتعلم الكاركتر ديزاين، بتتعلم اللاي اوت، بتتعلم كلين اب، بتتعلم الستوري بورد، بتتعلم كل حاجة يعني عن الانيميشن. طيب يا شباب، احنا كده بنعمل حركة، والحركة انت بترسمها فريم باي فريم، يعني هي بتاخد وقت شوية. طيب تمام. عايزك بس ما تملش، عايزك ما تزهقش. المحاضرة هي هتبقى طويلة شوية بس ما تملش. حاول انت تضرب نفسك مرة واتنين وعشرة، والمحاضرة انت لو دفعتها بتبقى معاك على طول. تمام. تقدر تتفرج عليها في اي وقت. حلو. عايز بس اقول حاجة تاني، انه انت المفروض بتطور نفسك مرة واتنين وعشرة، تتعلم الرسم مرة واتنين وعشرة، تقدر انه انت تواكب التكنولوجي او التطور الرهيب اللي بيحصل في عصرنا دون. تمام. فالطريقة بتاعت الفريم باي فريم متعبة شوية، وكمان انت لما بتخلص الكورس كامل بتقدر تشتغل معانا. تمام. احنا بنشتغل على برامج ايه؟ بنشتغل على الستريتور، بنشتغل على الفوتوشوب، بنشتغل على انيميت، بنشتغل على افتر افكت للمونتاج بريمير، وبنشتغل على كريتا، وبنشتغل على 2 دي انيميشن بلندر، وبنشتغل على انيميشن ديسك. فاحنا بنشتغل على جميع البرامج دي. بالنسبه لل 3 دي فاحنا لغينا ال 3 دي مؤقتا بحيث لما نلاقي محاضر معانا. تمام. طيب يا شباب، دي يعتبر كده اصلا نهاية الفيديو. انا كده يعني يعتبر انا بشرح الرسم، فانا عملت له مرحلة مونتاج. تمام. تقدر انت بقى تتفرج عليه زي ما انت عايز، بس انا دي نهاية كل الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها. تمام. فانا هسيبك مع الشرح واحدة واحدة. تقدر ان انت ترجع للفيديو مرة واتنين وعشرة. تقدر انت تركز. حاول على قد ما تقدر اصلا تركز. تمام. فانا هسيبك مع الفيديو وانا بشرح فريم باي فريم، فهتاخد وقت شوية. تمام. فبإذن الله المحاضرة الجاية هتبقى يوم تقريبا، يعني تقريبا على ما اتذكر يوم 28 11. تمام. استنونا باذن الله. المحاضره الجايه يوم 28 11 هنشرح فيها برنامج كريتا للستوري بورد، وبرضو للتحريك فريم باي فريم. وبس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم مع الشرح.